عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. أين التعويضات لأصحاب المدابغ؟ موضوع تأخر صرف التعويضات لأصحاب مدابغ المكسب الإسكندرية أصبح قضية ملحة، حيث استمر العاملين دون حل رغم توفير أماكن بديلة في منطقة روبوبيكي بالتنسيق مع وزارة الصناعة وتخصيص هناجر لهم، إلا أن أصحاب المدابغ لم يتسلموا مستحقاتهم حتى الآن بعد أن تم سحب الأراضي لإنشاء ميناء المكس الجديد. هذه الأزمة تستدعي تدخلا عاجلا من وزارة النقل وهيئة المساحة لضمان حقوق المتضررين وتجنب تفاقم معاناتهم. لذا تقدمت بطلب إحاطة في مجلس النواب وطلبت بإحالته للجنة الصناعية لمناقشة الأسباب ووضع خطة واضحة تضمن صرف التعويضات في أسرع وقت. إننا نعمل على حماية حقوق الجميع وسنسعى جاهدين لضمان تحقيق العدالة للمتضررين من أصحاب المدابغ. النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري رئيس الهيئة البرلمانية للحزب. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.